السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أبرز العناوين. رئيس الجامعة القجع يتصل بحالة للإطمئنان على حالته الصحية بعد خضوعه للعملية الجراحية. سيس الانتصار على جورجيا يعطينا الثقة قبل بداية المونديال. الفيفا أداء المغرب أمام جورجيا يؤكد جاهزيته للمونديال. اتهامات وجدل كبير يرافق الظهور الأول للمهاجم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله. والآن إلى التفاصيل، ولكن قبل ما نبداو باش تكون أول واحد كي توصل بعد الأخبار العالمية والمغربية، المرجو وضع زر إعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. اتصل فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم الجمعة بالدولة المغربي أمين حارث للإطمئنان على حالته الصحية بعد العملية الجراحية التي أجراها يوم الأمس إثر الإصابة التي تعرض لها يوم الأحد الماضي رفقة الفريق الأولمبيك مارسيليا. وأكد القجع في اتصاله بحارث أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستوفر له جميع الإمكانيات حتى يعود سريعا إلى الملاعب ويحمل قميص المنتخب الوطني من جديد. ومن جانبه قدم أمين حارث الشكر لرئيس الجامعة على مبادرته ومساندته له بعد الإصابة التي تعرض لها، مشيرا إلى أنه سيعمل على كل ما في وسعه للعودة مجددا إلى الملاعب. وتمنى أمين حارث خلال محادثته مع رئيس الجهاز الوصي على كرة القدم المغربية حظا سعيدا للمنتخب الوطني ومقبل على المشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر. يذكر أن حارث يغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة، علما أن الناخب الوطني ويدرك ذلك كان قد وجه له الدعوة والمشاركة رفقة الأسود في البطولة العالمية. أكد رومان سيس عميد المنتخب المغربي النخبة الوطنية استفادت من مباراة جورجيا الودية، معربا عن عزم الأسود على الاستعداد جيد للمباراة الأولى في كأس العالم ضد كرواتيا. وانتصر المنتخب المغربي في آخر مبارياته الودية استعدادا للمونديال أمس الخميس على جورجيا ب3 أهداف دون مقابل من توقيع كل من يوسف النصيري، حكيم زياش وسفيان بوفال. وقال سيس في تصريحات للموقع الرسمي للجامعة المغربية لكرة القدم: تحقيق الانتصار يعطينا الثقة قبل بداية المنافسة. استفدنا الكثير في هذا اللقاء الودي، والأهم أنه لم تحدث أي إصابة وقدمنا مباراة جيدة. وتابع قائلا: مواجهة جورجيا استعددنا فيها على خلق أجواء جيدة بين اللاعبين والاعتياد على الحرارة، بالرغم من أن قطر ستكون أقل حرارة من الإمارات، كما منحت الفرصة للاعبين الذين لم يلعبوا منذ مدة. واختتم قائلا: الآن سنسترجع قوانا وسنستعد جيدا للمباراة الأولى أمام كرواتيا، والتي تعتبر مهمة بالنسبة لنا. وتدشن كتيبة المدرب ودر غريغي رحلة في المونديال بمواجهة كرواتيا يوم الأربعاء المقبل انطلاقا من 11 بتوقيت غرينيش. تطرق الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الخاص بكأس العالم الفوز الذي حققه المنتخب المغربي أمام النظير الجورجي في المباراة الودية التي جمعت الطرفين يوم أمس الخميس على أرضية الملعب الشارقة في الإمارات. وأوضح الموقع الرسمي للفيفا أن الناخب الوطني ودر غريغي قام بتجربة العديد من اللاعبين للوقوف على جاهزية المنتخب المغربي أمام منتخب أوروبي قبل الاصطدام بكرواتيا وبلجيكا وكندا في المجموعة السادسة بالمونديال. وأضاف ذات المصدر أن أسود أطلس قدموا أداء مطمئنا في مباراة جورجيا قبل أيام من انطلاق كأس العالم. ويفتتح الفريق الوطني مباراته في المونديال يوم الأربعاء القادم بمواجهة المنتخب الكرواتي، على أن يقابل بلجيكا في المباراة الثانية ثم كندا في المقابلة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات. عاد الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله للإطارة جدل من جديد بعد ظهوره مع المنتخب الوطني المغربي في مباراة جورجيا بالإمارات العربية المتعدة استعدادا لكأس العالم. وباتت الجماهير المغربية تثير الشكوك على منصة التواصل الاجتماعي بعد المباراة الإعدادية التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره الجورجي، والتي جرت أطوارها يوم الخميس على أرضية الملعب الشارقة بالإمارات، وانتهت بفوز الأسود بثلاثية نظيفة، حيث ظهر مهاجم اتحاد جدة السعودي لكرة القدم منعزلا عن المجموعة ولا تصله كرات كثيرة. واتهم عدد كبير من المتتبعين لاعبي المنتخب الوطني أو بعضهم على الأقل بتعمد تجاه المهاجم عبد الرزاق حمد الله وعدم تمرير الكرة إليه، حيث اعتبروا الأمر خطة مكشوفة الهدف منها مقابلة اللاعب ومنعه من نيل الفرص قيادة الهجوم الأسود في المباريات الرسمية بكأس العالم التي تحتضن دولة قطر. المتبنون لهذا الطرح أكدوا أن التيار الذي يقود المنتخب من مستودع الملابس لم يغفر لحمد الله ما صدر عنه رغم اعتذاره لجميع مكونات المنتخب، كما أنه ينظر إليه باعتباره عنصرا دخيلا لم يساهم في تأهيل الأسود إلى المونديال، وبالتالي لا يمكن له الظفر بمركز أساسي على حساب اللاعبين القدامى. هذا وستكون المباراة القادمة كفيلة بتأكيد هذا الطرح أو تحديد، كما أن الناخب الوطني ومساعديه باتوا مطالبين بالتدخل العاجل لتسهيل اندماج حمد الله مع زملائه لما فيه مصلحة المنتخب المغربي. كشف لاعبا المنتخب المغربي عبد الرزاق حمد الله ونصير المزراوي عن حجم التفاؤل الذي يغمرهما برفقة الباقي اللاعبين بشأن حضور الأسود في الذهاب بعيدا في نسخة كأس العالم المقرر إقامته في قطر خلال الفترة ما بين 20 و 18 ديسمبر. وأبدى اللاعبان تفاؤل
تفاؤلهما في تصريحات تلفزيونية مساء الخميس بعد المردود الطيب الذي ظهر به منتخب المغرب في المباراة الودية أمام جورجيا. وقال أحمد الله: المعنويات في العالي والأداء التي قدمناه يثير فعلا الكثير من التفاؤل لأنه يترجم عمل جديد تم إنجازه بالفعل. أنا رهن إشارة المدرب في أي دور يطلبه مني لأكون رهن إشارتي في الحين. وتابع مرة أخرى: أجدد ثقتي في الله سبحانه وتعالى والمدرب على أن هذا المنتخب يملك جميع المقومات التي تخول الذهاب بعيدا عن المونديال. ولم يختفي رأي مزراوي عما قاله أحمد الله، مضيفا أن الفترة التي تفصلهم حاليا عن أول مباراة أمام كرواتيا كافية لتحسين العديد من الأمور الفنية. وبهذا أستودعكم بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.